يا جماعه الناس اللي حصل لها حاجات في الماضي وعندها مشاكل مع الماضي انا معاك، احنا كلنا مع بعض في نفس الجروب ثيرابي. عايز نعمل، لا انا بقى عايز اقول واخلي الاودينس هو يقول معايا زي ما انت بتقول كده، فاهم قصدي؟ وباخدها حلوه دي في المونتاج. في واحد برضو من ضمن الناس المستفزه اللي بيطلع اونلاين قال كلام عجبني قوي زي انا كده مستفز، قال لك احنا مش ممكن نغير الماضي. بس اسمعوا دي بقى، لا فككم بالكلام الحلو بتاع ان احنا نفكر في المستقبل ونغير المستقبل، لا قال كلام اوحش، قال كلام اوحش بجد. قال احنا ممكن نغير نظرتنا ورؤيتنا للماضي. وبصراحه اتس فيري تاتشي بقى الكلام ده بجد. احنا ممكن، انا عمري ما افكر اغير، ما اعرفش اغير ابدا الماضي والمشاكل والمصايب اللي حصلت لي زمان، لكن فعلا مع مرور الوقت احنا بيتغير نظرتنا للمشاكل دي، بنتغير رؤيتنا وتفكيرنا عن المشاكل دي. قد ايه زمان احنا كنا بنكرهها ودلوقتي بنحبها. بنتغير نظرتنا ورؤيتنا ورأينا في الناس اللي كانوا معانا زمان، مثلا ظلمونا او ضايقونا او جرحونا او شتمونا او عملوا قد ايه، ودلوقتي بنقول الحمد لله ان الناس دي كانت موجوده في حياتنا عشان تعرفنا او عشان توصلنا للي احنا فيه دلوقتي. فاحنا عمرنا ما نعرف نغير الماضي، سيبوكم الحته بتاعت المستقبل، بس احنا سهل قوي بجد نعرف نغير نظرتنا للماضي. ايفن كان ده حصل حاجات تثبت لنا ان الماضي ده كان في صالحنا او ما حصلش حاجات، بس سهل نغير نظرتنا للماضي. دي حته اسهل من بتاع ان انا افكر في المستقبل وانا بتاع النهارده وانا ابن النهارده. بس لو عجبك الكلام ده اعملي كومنتس تحت هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم. استنى، هتلاقيني بطلع لك تاني